فلافيو الاهلي جول، النادي الاهلي جول، الهدف انجولي. شوف العرضيه من جilberto، لسه كلام الضغط يا جماعه، دربكه دفاع هش تماما، وجilberto جميل يا ولد يا جilberto، يلا يا جilberto، الاهلي وافي معاك، خليك انت كمان وافي معايا فلافيو. يسجل فلافيو هدف ولا في الاحلام. الاهلي هو الاهلي، ارفع راسك انت اهلاوي، ارفع راسك انت مصراوي. النهارده المعلق الشقيق السوداني، المعلق الشقيق التونسي، الكل في الART يعشق ويتمنى ان تكون هناك جماهير ويكون تجمع جميل. انطلاق الثاني ابو تريكه حكايه، ابو تريكه خلصها وضبها ظبطها. ابو تريكه انت جنسك ايه يا حبيبي؟ قول لي يا حبيبي جنسك ايه؟ مش ممكن يا جماعه، لا ده ابو تريكه ده حدوته، ده ابو تريكه ده لازم يكون موضوع الانشا بتاع الثانويه العامه بتاعه الامتحانات المصريه الموسم دوت. يا ابو تريكه ولا حتى جماهيرك الوفيه بتعمل ايه يا كابوريه؟ ده انت مع ابو تريكه تسمع لحن الخلود يخليك تجيب الكره من جوه، ويقضي محمد ابو تريكه على امل الاسيك ان شاء الله. هو ده الكلام، هو ده الكلام. قلت لحضراتكم يا جماعه سر الحقيقه اول مره اقوله، 3 ليالي وانا الحقيقه قلقان جدا من هذا اللقاء. 3 ليالي، عد بقى الليله فيها كام ساعه والساعه فيها كام دقيقه، انما كان امل الوحيد ان ابو بالطبع ما هذه اللحظات الاولى اللي فرض فيها الحقيقه برانكو اسلوبه في هذه اللعبه. جilberto خطير اللي في الاوفر، الهدف الاول لنادي الاهلي المصري، كوره اولى خطيره، وجilberto كما قلت الخطوره دائما من جilberto، ويسجل عماد متعب الهدف الاول في الدقيقه 21 من شوط المباراه الاولى من المباراه. شوف الاوفر، جilberto وجد المساحه والكره العكسيه، هدف عكسي الحقيقه. شوف وسام الحمادي هو اللي عكسها، شوف المتابعه، شوف الكره شوف جilberto الخطير ومتعب الحقيقه. وشوف الاعاده مره ثانيه، هذه الكره خطوره جilberto عندما يجد المساحه في الاوفر خطير، يضع الكره في الشباك مسجل الهدف.